لو انت في بداية العشرينات او في نص العشرينات او اخر العشرينات، فالفيديو ده ليكي. في الفيديو ده حبيبتي هشاركك حاجات هتفيدك جدا في العشرينات. اول حاجة حبيبتي، اصدقائك مش شرط ان هم يبقوا معاكي طول حياتك. يعني صحابك في الاعدادي مش شرط ان هم يبقوا هم صحابك في الثانوي، مش شرط يبقى هم صحابك في الكلية. لان انت خلي بالك، كل ما بتكبري تفكيرك بيتغير، كل ما بتكبري كل حاجة بتتغير، فبالتالي صحابك كمان بيتغيروا. ومش شرط بقى ان اللي انت كنت بترتاحي معاهم في الثانوي ترتاحي معاهم في الكلية. عارفة ليه؟ عشان صاحبتك مرايتك، اللي انت بتلاقي نفسك معاها مرايتك. فلو الناس اللي انت لقيتي نفسك معاهم في الثانوي هم نفس الناس اللي لقيتي نفسك معاهم لما كبرتي في العشرينات وتفكيرك كبر وتغير، فاعتقد ساعتها ان انت لازم تراجعي نفسك، لان ساعتها هيبقى انت كده تفكيرك اساسا ما كبرش ولا اتغير. النقطة اللي بعدها عايزة اقولك انك لما تفشلي هو جزء اساسي انك تنجحي. خافي لما تنجحي من غير اي فشل، لان خلي بالك كل الناس الناجحين دلوقتي لو جيتي تساليهم ازاي انتوا نجحتوا هيقولوا لك انتي ما شفتناش في بدايتنا، انتي ما شفتناش من 5-6 سنين احنا كنا عاملين ازاي. فخلي عندك يقين ان كل ما تفشلي بدري كل ما انتي بتجهزي نفسك لنجاحات جايه. بصي، العشرينات البنية الأساسية للثلاثينات، والثلاثينات البنية الأساسية للأربعينات، وهكذا. فكل ما فشلتوا في العشرينات كل ما الطريق وضح معاكوا أكتر في الثلاثينات، وكل ما فشلتوا في الثلاثينات كل ما الطريق وضح اكتر في الاربعينات، وهكذا. فعادي جدا، مش لازم كل حاجة تبقى ظابطة معاكي في نفس الوقت. لان انا خلي بالك شخصيا كنت بعاني من المشكلة دي، يعني انا كان لازم كل حاجة تبقى مظبوطة وكاملة، لكن بعد كده اكتشفت ان لا، يعني مش لازم كل حاجة تبقى بيرفكت. يعني لو انا مثلا بعمل 10 حاجات، ف5 حاجات منهم الطريق واضح معايا تمام وزي الفل، والباقي مش واضح بالنسبة لي، فده العادي جدا، هو ده الطبيعي، لان انتوا كمان لسه في العشرينات. بس خلي بالكوا ما تبقاش بقى صفة فيكوا وتقولوا احنا لسه بقى صغيرين، احنا لسه الطريق قدامنا، فبالتالي ما تعملوش حاجة. لا، انا ما اقصدش كده، انا بقول لكم ان لو انتوا اوريدي بتعملوا 10 حاجات و5 منها ظابطين و5 لأ، فما تيأسوش، لأن ده النورمال، هو ده الطبيعي جدا. انتوا لسه في البداية، انتوا لسه بتختبروا قدراتكم، انتوا لسه بتشوفوا التكنيكس المعينة علشان تحققوا أحلامكم. النقطة اللي بعدها، كل ما كان عندكم الوعي المالي وبتستثمروا فلوسكم أو جزء من فلوسكم في حاجة معينة، كل ما انتوا بتجهزوا نفسكم لحياة سهلة ومريحة. بصوا، لازم تقسموا مصروفكم ايا كان بقى مصروفكم ده كام، سواء بقى مرتب، مصروف شخصي، لازم تستثمروا جزء من مصروفكم. لازم على قد ما نقدر ان انا يبقى عندي الوعي المالي ده، ولازم استثمر جزء من مصروفي، لازم استثمر جزء من مرتبي. وخلي بالكم برضو عشان الموضوع ما يختلطش عليكم، انا مش قصدي ان انا مثلا لو بشرب مثلا قهوة في الشهر ب200 جنيه فانا بقى عشان استثمر فاقطعها وما اشربهاش، لا مش ده قصدي. انا قصدي ان قهوتكم اللي انتوا بتشربوها ب200 جنيه في الشهر دي ما تحرموش نفسكم منها وتأثروا في حق نفسكم ابدا، عشان بقى كده تبقوا بقى انتوا كده بقى بتستثمروا وبتحوشوا. لا، مش هو ده الاستثمار. انتوا تفكروا في طريقة تخلي الدخل بتاعكم الدبل، تفكروا في طريقة تزود دخلكم علشان تعيشوا الحياة المريحة، علشان تجيبوا القهوة اللي ب200 جنيه في الشهر عادي جدا. افكر ازاي ازود دخلي بحيث المصروف اللي انتوا بتحطوه في القهوة ده ما يأثرش على ميزانيتكم. فخلي بالكم، كل ما كان عندكم وعي مالي كل ما هتنجحوا ان انتوا تعيشوا حياة مريحة وسهلة. النقطة اللي بعدها، مش شرط اللي انت بتكلمه ده تكون بتربطك بيه علاقة مثلا دراسة، علاقة شغل او غيره. لا، خلي عندك القابلية ان انت تبني علاقات كتير مع ناس مختلفة. وخلي بالك
انت ممكن الناس دي انت معتقد ان انت ممكن مش هتحتاجهم دلوقتي، بس بعد كده ممكن تحتاجهم بأشكال بقى كتير، حتى لو هتحتاجهم معنويا. فما تخليش عندك كده خوف انك تتكلم او انك تتواصل مع اي حد، ما تخليش عندك رهاب اجتماعي، لا، خلي عندك القابلية ان انت تتعرف على اشخاص جديدة، تكلم اشخاص جديدة. مش لازم انا عشان بكلم صاحبي اللي معايا في المدرسة، بكلم صاحبتي اللي معايا في الكلية، بكلم زميلي اللي في الشغل، غير كده لا، انا ما اكلمك ليه؟ هو انا في اي علاقة بيني وبينك؟ لا، عادي لو جات لك الفرصة ان انت تتعرف على اي شخص جديد اتعرف عليه. النقطة اللي بعدها حبيبتي، كل ما اهتميتي بنفسك في العشرينات صحيا ونفسيا وعلميا وجسديا، هتقل بعد كده المشاكل معاكي جدا. كل ما اهتميتي بصحتك في العشرينات، كل ما صحتك هتبقى كويسة في الثلاثينات والأربعينات وهكذا. كل ما اتعلمتي وثقفتي نفسك أكتر في العشرينات، كل ما انت هتبقي أكتر علما في الثلاثينات. فحاولي دايما اهتمي بنفسك من جميع النواحي في السن ده، لأن انت بتأسسي نفسك. ما تخليش العشرينات تضيع عليكي في حاجات تافهة وحاجات مش هتفيدك في أي حاجة وتقولي أنا لسه صغيرة. لا، ابني نفسك، وكل ما انت بتبني نفسك في العشرينات، كل ما بعد كده المشاكل هتبقى قليلة قوي. النقطة اللي بعدها حبيبتي، خليكي واثقة بمشاعرك وإحساسك الداخلي، لأن خلي بالك إحساسك الداخلي اللي بتحسي بيه تجاه أي مشكلة بتواجهك، أكيد الإحساس ده مبني عن تجارب قبل كده. فإحساسكم الداخلي واللي جواكم دايما صح وما بيخيبش أبدا. فخليكي واثقة دايما في إحساسك، اللي انت حاساه هو ده اللي صح. النقطة اللي بعدها، المقارنات حبيبتي دايما عدوة النجاح. انتي لسه في العشرينات ومش ضروري من اول محاولة انك تنجحي. انتي بتشوفي ناس بتنجح من اول محاولة، فتحسي بالغيرة ناحيتهم وتقولي طب ايه ده؟ طب اشمعنى انا يعني ما نجحتش من اول محاولة؟ ما هو وصلوا هم على طول، اشمعنى هم يعني؟ لا حبيبتي، كل ما تحاولي ان انت تبعدي المقارنات باي حد وتتأكدي ان كل واحد ربنا رسم له رحلته وطريقه الخاص بيه هو، كل ما يبقى تفكيرك كده، كل ما هتلاقي ربنا بيرزقك وبيكرمك اكتر واكتر. فكل ما ركزتي في طريقك، كل ما هتوصلي اسرع. فخليكي باصه قدامك، خليكي باصه على هدفك، ما تقعديش تبصي يمين وشمال وتبصي مين وصل لايه وقارن نفسي بده وبده وبده. كل ده هيشغلك عن هدفك. لا، ركزي في طريقك، هتوصلي بسرعة بإذن الله. وأخيرا حبيبتي، استثمري في تجارب مختلفة في العشرينات، جربي حاجات بالهبل وافشلي مليون مرة وانجحي مرة براحتك عادي. وخلي عندك القابلية ان انت تجربي حاجات مختلفة وحاجات كتير، واستمتعي انجوي بلحظات العشرينات، لان دي اكتر حاجة هتفتكريها، الرحلة. فاستمتعي بالرحلة. وبس كده حبايبي، اتمنى تكونوا استفدتوا باي حاجة من الفيديو ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك على الفيديو ده، ولو لسه اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتي اول باول، وتعملوا شير لاصحابكم علشان يستفادوا هم كمان. واشوفكم باذن الله في فيديو جديد. باي باي.